السينما نفس الكلام، يعني اول ما منشأها يعني في البدايات كان الفن التشكيلي مهم جدا للموضوع ده. فعلى هذا الاساس يعني، فانا بدايتي برضو كفنان تشكيلي كان ده له عامل كبير ان انا اخش في الحاجات دي كلها، مع بقى البدايات في الاول وانا صغير بحب التمثيل، فكله دخل في بعضه بقى خليط كده اللي انت شفتيه دلوقتي. وطلع أشرف اه المهدي. يعني. أشرف، الجمهور شافك في عملين في الدراما، أو أكتر كمان، لا اكتر من كده أكتر، اه. بس أقصد اللي هم أشهر اتنين، اللي هو كان هذا المساء، مم. واللي قبليه كان تحت السيطرة مع تامر محسن المخرج. هو طبعا هذا المساء كان اكتر حاجه لافته للنظر، يعني كان مم. شكلي مختلف تماما عن ما انا فيه ده. كان ف في دقن. لا مش بالشكل، حتى الكيان كله والتركيبه والحاله النفسيه، طبعا. حتى الناس ما بتربطش، يعني مم. قليل قوي لما بيربط الناس ما بين الشخصيه ديت وما بيني مم. كبني ادم يعني. وفي الاختيار الجزء الثالث كمان. اه صح؟ مم. في الاختيار، وفي بقى حاجات كانت لطيفه جدا برضه عملتها في النص، يعني القاهره كابل انا حابب ان الدور اللي فيه انا اشتغلت مع حسام علي. اه. كان برضه دور لطيف. هي كانت تركيبه كده غريبه برضه، بس ايه، للاسف هم كلهم كانوا في منطقه الدقن والارهابي او بالظبط. الجهادي او عنده مشكله نفسيه وهكذا. اه. فبحاول اخرج من دوت يعني فقلعت، اللي هو حلقت لكم الدقن بقى. فكان حتى القاهره كابل ده كان دور لطيف، يعني كان شخصيه جهادي وبيتاجر في المخدرات في وسطهم. الاثنين. فكان بيعمل التركيبه بيزنس. هو مش فارق معاه اللي انتوا بتعملوه، ماشي احنا زي ما تمام حلو كده، بس انا عايز الايه، الفلوس اه. بس. طيب خلينا نتكلم عن حاجة متميزة ومختلفة، وهو العمل السينمائي اللي انت قدمته، وهو وش القفص. مم. وهو الواضح ان هو اسم على مسمى، وكان فتحة خير كده عليك. وقولي كده، عدد الجواز 30 ولا 34؟ كام جايزة؟ هم 34 لغايه دلوقتي، ما شاء وفي الله. مهرجانات شغاله يعني. طيب وش القفص، يعني العمل ده تحس ان هو يعني صناعتك انت على بعضه كده، انت وباقي اكيد زملائك اللي شاركوا، بس انت شاركت في الكتابة، قمت بالتصوير، مم. مثلت، عملت المكساج والمونتاج كمان، صح؟ بالظبط. واشتركت في الإخراج مع مخرجة العمل، ولا هي كانت لا هي بالكامل؟ المخرجه بقى دينا عبد السلام. كانت بالكامل. احكي لي فكرة بقى ان انت الأفلام المستقلة، وايه اللي خلاك تروح للأفلام المستقلة؟ طيب هو طبعا في محاولات دايما من اول ما قررت ان انا ارجع للتمثيل يعني. مم. الكلام دوت حوالي 2014. مم. المحاولات ديت بتبقى العجله بتاعتها بطيئه بطيئة. جدا، طول ما فيش مساحه واضحه للممثل بيشتغل ازاي وبيتعرفش. مم. فبيبقى لازم في منافذ كده. فكان الفكره ان يبقى في افلام مستقله دي كانت حاجه مهمه يعني. فانا اشتغلت في كذا حاجه. مم. شاركت في افلام مشاريع تخرج مش عارف ايه، نقله تانية يعني بعدها. فاشتركت في فيلم اسمه توك توك، مم. اخراج محمد خضر. الفيلم ده اخد ده روائي طويل ولا ده روايه قصير؟ قصير، بس روائي هو قصير. يعني حوالي نص ساعه. طيب. قصير يعتبر. مم. اخد جوائز كتير برضو جدا، وراح في حاجه مهمه قوي اسمها مهرجان كليرمون فرون ده في فرنسا، معادل لافلام كان يعني مم. الافلام القصيره. وكان ده افتتاحه كفيلم، وكان حاجه مهمه طب جدا ده انه يروح كويس هناك. جدا. بس هي طبعا المعلومات بتبقى ضيقه، يعني مش بتبقاش واضحه قوي في المساحات اللي هي ايه، مش مفيش ابطال معروفين وكده. مم. وجه الفيلم بتاع وش القفص. شاركت في انتاجه، مع طبعا في شركه انتاج في استاذ شريف ابو هميله واستاذ اشرف كمال ودينا عبد السلام. احنا الاربعه عملنا الفيلم الفيلم. ده مم. كانتاج. وكنت انا مدير التصوير. مم. فالفيلم بيبقى الفيلم مستقل، فلوسه قليله، وبس عندنا شويه براح انساني ونفسي واحنا بنعمل الافلام اللي زي دي. مفيش مم. الضغط التجاري. ان انا لازم اعمل حاجة اللي هي الموضة دلوقتي، او اللي هتمشي مع الجمهور دلوقتي، مش حكايه تمشي مع الجمهور، ان ده وهم برضه. اللي هو تسويقها انا بقول دلوقتي. لك ده وهم. معاك حق. ده وهم. وانا بشاركك في الرأي ده، لان الجمهور لما بيتعرض عليه حاجة بالظبط. خارج حتى الإطار اللي احنا خلاص بتشوف منه 300 مسلسل ولا 200 فيلم، بالعكس الناس بتروح لها لانها ملت. هو مفيش حاجه اسمها الموضه ولا الترند ولا كل الكلام ده، وهم مم. بنتوهمه شويه.
وملوش معنى وزايل. مم. اللي بيفضل الحاجة اللي بتأثر في الإنسان وبيحبها ويتفرج عليها كل ما، يعني في أفلام أنا بتفرج عليها لغاية دلوقتي 30 مرة اتفرجت عليها، بتفرج كلنا. عليها تاني. مم. وفي فيلم من أول 5 دقايق أول ما بيتفتح بروح قافله، شكرا. وده حقيقة صح؟ مم. ففكرة إن الناس عايزة كده وده الموضة السائدة ده مش حقيقي. مم. في أفلام كتير ممكن تتعرض، واحنا كنا بقى يعني منشنين على الحتة دي تمام. واحنا بنكتب، اه. انا ودينا. السيناريو في البدايات خالص احنا بنكتب حاجه الناس تنبسط منها مم. ويضحكوا، لان هو فيلم كوميدي يعني في طب حلو. بلاك كوميدي، مم. وفي نفس الوقت مش هايف، حاجه بسيطه والناس تنبسط منها. ده مدة حصل الفيلم قد ايه؟ الفيلم ساعه و40 دقيقه. طب يعني اه فيلم طبعا. عادي ممكن لا يتعرض لا. في السينما اه يعني. طبعا طبعا، وهيتعرض على فكره يعني قريب بالمناسبه، مش هيتعرض في السينما اه. يعني برضو. حسبة السينما دي حسبة ضخمة جدا. طب على منصة؟ ده اللي حاصل دلوقتي، ان شاء الله هيحصل كده، او هتتعرض في قناة مشفرة ومنها الى منصات، فيعني احتمال كبير يبقى يا رب متاح ان الناس شاء تتفرج الله. عليه يعني. طيب بما انك دخلت في موضوع يعني انتاج الافلام، او اشتغلت بعيدا حتى لو مش انتاجك، اشتغلت كممثل في الافلام المستقلة، ايه الصعوبة ان الافلام دي بالفعل حصلت على جوائز كتير؟ يعني كل مم. المهرجانات اللي حصلت فيها على جوائز اكيد مش غلطانة، فمعنى كده بالظبط. ان ده عمل جيد، العناصر اللي فيه جيدة. مم. ليه ما بيتعرضوش سينمائيا؟ وليه ما بيتعرضوش كمان على المنصات، على القنوات التلفزيونية؟ ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة اللي تخلي صناع الاعمال دي ونجومها يوصلوا للجمهور والمشاهد بشكل سلس؟ والله المشكلة القرار بيبقى دايما ان حد يبقى متفهم انه ياخد قرار زي ده من اللي بيديروا هذه المنصات مم. او القنوات. بيعتمد على حاجات معينة، حسبة سهلة بسيطة وناجحة. مم. 1+1=2. أنا ليه أقعد أحسب حسابات؟ إيش عرفني؟ مم. دوت بقى مع ليه علاقة بإن توقع النجاح، إن أنت تبقى حاسس إن ممكن يحصل كده زي زمان لما كانوا الناس بتعمل خطوات ملهاش علاقة بالحسابات المنطقية مم. ويحصل نجاحات عظيمة. مم. فده قل قوي، قل قوي دلوقتي يعني. يعني كان المفروض يحصل العكس. كنت تتخيل ان لما تنفتح الدنيا تبدا الحسابات دي تكتر. تهيألي. لا اه. بتقل، لان الحسابات التجاريه سهله يعني اللي هو الطبيخ الني في ني. اللي هو لا، هو عايزين اللي هو في المضمون. اللي هو طبعا بالظبط يعني. انا هو دوت انا عارف هحطه هنا هيجيب كذا طب دي وانتهينا. مشكلة إنتاج ولا تسويق العمل؟ احنا يعني مين اللي مسؤول إن هو ياخد الفيلم ده ويديه للجمهور؟ كنت فاكر زمان وانا صغير ان الانتاج مشكله، اه. فاكتشفت ان الانتاج مش المشكله خالص، التسويق. التوزيع. توزيع. كلمه التوزيع دي ما كنا بنسمعها زمان، انتاج وتوزيع، انتاج وتوزيع، ايه يا جدعان؟ صح، ايه بنشوفها على الكلام؟ تترات مش الأفلام. فاهم حاجه في إيه انتاج وتوزيع. فتكتشف ان الانتاج ده هو انك تنتج الشيء، اه. طب بيعه بقى. التوزيع أخطر. اللي هو زي ما هو انت اللي في إيديه بتنتج اي الموضوع منتج، كله. اعمل المنتج. طب ما اه. انا يعني عندنا صناع مهره في كل شيء، مم. بيع بقى البتاع اللي انت عملتها دي. مم. فاكتشفت ان هي التسويق او التوزيع بمعنى اخر يعني في الافلام مم. هو ده المشكله الكبيره. فاحنا صادفنا طبعا حد يعني ساعدنا في التوزيع حاليا في الفيلم وش القفص، طب كويس. والحمد لله تم توزيعه، بمعنى ان هو يعني اتباع او ان هو يبقى في مكان هيعرضه. فدي خطوه هايله يعني. طب ده حلو، مبروك. الله يبارك فيك. انت اخدت 34 جايزة، او الفيلم اخد فيلم خد 34 جايزة. 34 جايزه. انت نصيبك فيهم بقى كام جايزة؟ انا خدت 4 بس. ما شاء الله. 4 احسن ممثل يعني، طب حلو. من كذا مهرجان في العالم. مم. وفي طبعا يعني احنا خدنا جوائز متنوعه جدا في الفيلم ده. اه. جائزه الفيلم احسن فيلم كتير قوي، احسن فيلم في مهرجانات كتير، كتير خدتوها قوي. كتير ما شاء ما هم الله. 34 جايزه. فكتير بقى. جايزه احسن ممثله اه. اتاخد تقريبا 2 أو 3. كانت دعاء الزيني، مم. اول مره تمثل. كانت فنانه تشكيليه ودينا
قالت ان هي دي اللي هتعمل الدور، طب حلو. وابتدينا نكتب بعد ما شفناها. يعني انتوا شفتوها وكتبتوا بناء لا عليها احنا كنا وشخصيتها ولا ايه؟ الحدوته كانت دينا هي يعني كاتباها. اه وبعدين بقى لما جينا نكتب السيناريو فكان قدامنا الناس، اه فاحنا معلمين على الناس اللي هيمثلوا دولت مم. وشايفينهم، فابتدينا نكتب وهم موجودين قدام عينينا يعني. طب اكتر حاجة بصراحة بتبسطك في الجواز لما بتاخد جايزة كممثل ولا كفيلم انت مشارك في اخراجه وكتابته، يعني بتتبسط اكتر من اي جايزة؟ والله هي الجايزه في حد ذاتها ما بتبقى طبعا حاجه لطيفه، وبعدين اشتغلت يعني احنا خدنا، يعني انا بقول لك ان احنا الجايزة حاجة خدنا. لطيفة بس اي جايزة فيهم. مش ما بقتش عارف يعني، مثلا جايزه الفيلم هو انا اللي عامل الفيلم، ما اه انا شغال فيه ومنتجه وبتاع. وبعدين في جايزه يعني التصوير بقى، دي كانت غريبه شويه. امم ليه يعني غريب؟ التمثيل انا اقول بقى ما انا ما انا بقى انت انا كنت انا اول بمثل من مرة وانا تخوض صغير. تجربة انك تصور في الفيلم ده؟ ما حدش عملها اه اعتقد يعني، انا برضو بحاول ادور. يمكن برضو جهل مني مش عارف، بس دايما بيحصل ان لا اقصد انت كأشرف اول مرة كنت تقوم بالتصوير ما هو انا بقول لك ولا ان صورت قبل كده؟ اصلا ده ما حصلش ان حد يعمل كده. ما فيش حد مدير تصوير ويمثل، ايه ده بجد؟ في مخرج ويمثل، اه اخراج وتمثيل ممكن. صح. لكن مدير تصوير ويمثل. مدير تصوير بس يمثل في فيلم حد تاني مدير تصوير شخص مختلف. ايوه اه تمام فهمتك وده ايوه. حصل. لكن انت او تظبط الكادر، مدير تصوير وبيخرج. تظبط الكادر وتجري بالظبط كده، تلحق. بالظبط كده، ما ده هبل. فطبعا دي يعني ايه، ما يعملهاش عاقلين يعني، فبيعملها طب كانت ناس. صعبة عليك؟ ايه طبعا. صعبة يعني طبعا بتطلعك من المود بتاع التمثيل والشخصية اللي انا هقدمها اكتر دلوقتي؟ حاجه كنت خايف منها يوم العرض الاول، وبالمناسبه اشكر مم. مهرجان الاسكندريه، مم. لان هو ده اول مهرجان عرض لنا الفيلم. مم. اتعرض في سينما كبيره جدا جدا، سينما مش عارف اسمها ايه هناك، في مش اسكندرية. سينما في اسكندريه كبيره، مم. تجاريه يعني، اه وشاشه عرض كبيره. وناس ملت القاعه بشكل كبير، لدرجه ان هم نقلوهم من مكان لمكان تاني، لان اسكندرانيه كانوا فرحانين قوي بالفيلم، لان الفيلم طبعا فيلم اتعمل كله في اسكندريه اه بالمناسبه يعني. الله. وانت اسكندراني؟ انا مش اسكندراني، امال ايه، بس انت بتروح انا اسكندرية كتير قوي. لا ما انا ايه بقى يعني، خدت الجنسيه. بجد؟ خدت الجنسيه السكندريه. اصور انا طول الوقت ده فاكراك اسكندراني. لا انا قاهري، اه بس قعدت فتره طويله يعني بقالي 9 10 سنين مثلا في اسكندريه مم. تقريبا. فحاجه جميله جدا حبيت اسكندريه. القاهرة اكتر ولا اسكندرية؟ لا طبعا يعني اسكندريه دي حاجه ما انا بحبها من وانا طفل، اه يعني يعني واحنا اطفال بنقعد هناك كلنا كده. بنحب يلا ده اسكندرية. في حد ما بيحبش اسكندريه؟ بس لما رحت بقى قعدت هناك، لا اكتشفت بقى الشتاء السكندري العظيم. اه فالشتاء هناك رائع. المهم الفيلم اتعمل. هنخش خلينا في في حاجات. الفيلم. آه، فالجمهور تلقى الفيلم طبعا بشكل كانوا جيد. متبنيينه طبعا امم كفكره. امم وفي نفس الوقت احنا عندنا برضو، لان احنا كنا عاملين فيلم قبليه امم اسمه مستكة وريحان، ايوه نجح برضو نجاح كبير واخد جوائز كتير. مستكة وريحان كان ساعه، كان 60 دقيقه. تمام. طب ده آه يتم تصنيفه ايه بقى، روائي بز... قصير ولا طويل؟ انا عايز اقول لك ان هو دخل في مهرجان اسوان ها كفيلم طويل، تمام. و... ودخل في مهرجانات كفيلم قصير، لان في ناس مم. بتقول ان هو من اول 60 دقيقة ده فيلم طويل. متهيألي والغريب ان هو كان هياخد جايزة في مهرجان اسوان، الا ان رئيس لجنة التحكيم ساعتها مم. صرح هو قدام الناس انه لولا ان الفيلم ده 60 دقيقة لكان خد جايزة. وطبعا ده غريب جدا، لان هو تم موافقة ان هو يتاخد كفيلم طويل يعني. صحيح المهم تجاوزنا الحته دي، بس الفيلم كان لطيف جدا، كنت انا مدير تصوير بتاعه وما مثلتش فيه. اسمه مستكة. مستكة وريحان. ده اللي كان فيه بيومي فؤاد لا ولا؟ لا، اللي كان فيه بيومي فؤاد دوت كان فيلم اخراج انا، اه وكنت مدير تصوير برضه فيه ومثلت فيه. ده كان كنت اسمه مخرج ايه؟ ومدير تصوير وممثل. وممثل. وكان فيه بيومي واحمد امين. انت بتصعب الموضوع على نفسك ليه قوي كده؟ والله مش عارف، هي بتيجي كده، اصل توفير برضه، ما انا هجيب بس. وكانتاج بقى وفي العمليه. بيومي فؤاد اه واحمد امين. جم اه كاصدقاء يعني، اشكرهم طبعا على الهوا. شاركوا في الفيلم بدون اجر. مم. والفيلم كان اسمه عيد ميلاد، وكان ليه علاقه بهاملت
وشخصيات شكسبيريه كده. والله خساره ان الاعمال دي ما تتعرضش على الجمهور في التلفزيون، بجد والله. والله أنا يعني افكار جديده وافكار مختلفه ودماء جديده، وده اللي احنا محتاجينه وبعد ومستنيين. يعني بيومي عامل مكبث يا جماعه، يعني في حاجه دي تتسب. لا واكيد حاجه مختلفه. وكان لا كان غريب يعني. طيب، في افلام مستقله ما شاء الله اكتر من حاجه، ونجاحات انت حسيتها وملموسه مع الجمهور اللي شاف الاعمال دي، او في المهرجانات اللي الاعمال دي اتقدمت فيها. لكن برضو نيجي اللي بصراحه يعني البونبونيه، برضو الدراما. ارضيه واسعه جدا، وناس كتير قوي بتشوفها وبتعمل نجوميه للممثل. شغلك مع تامر محسن، انت حسيت ان هو يعني اكتشف فيك حاجه جديده، ولا انت كنت مستني يعني ان تتقدم في ادوار اكبر من كده؟ طيب هو طبعا تامر محسن ده تاريخ طويل، مش مجرد اكتشف ايه وما اكتشفش. انتوا اصدقاء اساسا؟ احنا مش اصدقاء، احنا دخلنا الجامعه مع بعض، هو اكبر مني بسنه. ودخلنا فريق اتيليه المسرح. هو فنون جميله برضو؟ ايوه فنون جميله، كان هو معماري شاطر بالمناسبه. يعني هو اشتغل بالعماره وتخرج كمهندس معماري، وكان شاطر لفتره، وتوقف وبعدين دخل بقى في معهد السينما وركز مع الاخراج، ونقل بقى النقله الثانيه وابتدى بافلام التسجيليه وهكذا. ف فالعلاقه بيننا من زمان جدا. يعني مثلا هو تامر اخرج مسرحيه واحده، تاليفه واخراجه. كنت انا من اهم الادوار اللي موجوده في المسرحيه ديت، لان انا بمثل معاه. يعني هو مش بيكتشف، هو عارفك. طبعا يعني ما فيش، يعني هو مش عارف اشرف مهدي عامل ازاي. هو كان بس كانت الحاجه النقطه ان جينا في لحظه معينه لما انا قررت ان انا عايز ارجع امثل بعد فتره طويله من التوقف ما بين المسرح الجامعي وتوقف الكرتون بقى، فتره الكرتون اللي انت شفتيني اللي انا شفتها دي. وبعدين والعرايس طبعا بابت، لان انا كنت شغال في عالم سيمسون برضه. وايه والنقله اللي هي كنت عايز ارجع امثل تاني. فهو قال لي انت خلاص بقى اشرف، انت لا وبقيت استاذ جامعه بقى، دكتور دلوقتي هتعمل ايه؟ فالمهم كان المفروض انا كنت همثل في دور يعني قبل كده في مسلسل بدون ذكر اسماء، وما حصلش، ما حصلش نصيب. فهو برضو كان الفكره مسيطره ان انا مش خلاص. فلما شافني في مسرحيه بالمصادفه، وبالمناسبه هو شافني تاني في مسرحيه اشتغلت فيها قريب بالمصادفه. يعني ما كنتش انت اللي قايل له تعالى احضر العرض مثلا، او انا بمثل في كذا؟ لا، ده في مسرحيه اسمها مسرحيه القرود. المسرحيه ديت كنت انا شغال فيها. اسمها القرود؟ شغال فيها في الهناجر، وكنت لابس بدله سودا وقميص اسود شيك قوي كده، تمام. فهو شافني بره، ايه ده، ايه الشياكه دي؟ فقلت له لا، ده انا فهمت ان هو مش عارف ان انا في المسرحيه. تمام. فقلت له لا، ده كان في معرض هنا افتتاح وكنت جاي يعني. فايه اللي داخل المسرحيه قلت له داخل اتفرج على العرض، تمام. وبلبس بيبيون احمر كبير قوي كده على الاسود ده كله. وبروح داخل من الايه، من الخشبه، ناطط من تحت من الكراسي، من الجمهور على خشبه وببدا اقدم المسرحيه واشتغل انا فيها جزء كده معين. تمام. وبطلع بقى في كذا جزء تاني. فهو انا فضلت قاعد جنبه تمام التمام، قلت له مش عرض مش عارف ايه. انت قاعد جنبه طول العرض؟ لا في البدايه. ما انا اللي بفتح العرض. يعني الثلاث خبطات بتوع المسرح كنت انا بخبطهم بايدي على الايه، الخشبه. بتتكلم جد؟ من قدام. فهو قال ده اتجنن. هو اتجنن. رحت فجاه بقى ايه، لما خدت الاشاره بالنور كده ان انا تمام ابدا من جوه من الكالوس، قمت عامل رحت قايم لابس بتاع البيبيون، بتبص لي كده، رحت ايه طالع ناطط تك تك، وراح ايه ابتديت افتح المسرحيه واشتغلنا بقى. فقال لي ايه بعد ما خلصت، قال لي انت زي زمان وبتاع. وقلت له والله انا عايز اشتغل بقى يا استاذ تامر. فحصل بقى ايه ان انا اشتغلت معاه بعد كده في تحت السيطره. تامر طبعا مخرج عظيم جدا. ويعني ما بيحكي لك حواديت لدرجه ان انا بقيت احكي له حاجات. قلت له تامر طب هو لو عمل زمان مش عارف ايه، بنحكي حواديت في زمان. يعني الهيستوري بتاع الشخصيه انتوا عملتوا لها زمان وبتحكوا، مش بس كلمتين ثلاثه كده. لا، دي حاجات يقعد يقولها لك في ودنك كده، يقعد يوسوس لك كده. انت عمل فيك، انت عارف ده عمل فيك كذا وكذا، وراح مش عارف عمل كده امتى. فانا عمال اسمع حاجات قبل المشاهد اللي انا بخش، بيعمل لك تحفيز نفسي عالي جدا جدا.
ما اكيد اعماله كمان هي يعني بالرغم انها مقله بس من احلى الاعمال اللي بتعيش سنين بقى، اللي انت تقعد تتفرج عليها سنين وانت يعني لا تمل طبعا. بصراحه. طب خلينا نشوف مشهد كده من تحت السيطره. يلا بينا. نشوف معاكم مشهد من تحت السيطره ونرجع مره تانية. هنا كان تحت السيطره، والدور زي ما انت قلت الدقن والشكل كان بيخليك تروح لاتجاه وادوار معينه. اشتغلتوا تاني مع بعض في هذا المساء. هذا المساء بقى كان موضوع مختلف، كان فيه مش عنف بس برضو الغل اللي كان في الشخصيه من مراته. طبعا. لا، هذا المساء طبعا حدوته تانية، وهو كمسلسل برضو يعني كان ليه نجاحات اكبر من تحت السيطرة حتى لتامر نفسه. الشخصية عميقة جدا وليها ابعاد نفسية، ما كانش فيه تمثيل كتير، مفيش كلام كتير. يعني كان بتعتمد بس على ده اصعب. اعتقد ان ده من الحاجات الصعبة جدا، وكانت حاجة متعبة اثناء تأديتها يعني. لان بيبقى فيه افكار متداخلة جدا. انت بتبقى يعني مثلا مشاهد زي مشهد هو بيروح لبنته علشان هو مش يشوفها وبيحبها، وفي نفس الوقت كارهها، وهو شاكك في صاحبه، وفي نفس الوقت ده صاحبه اللي بيحافظ على بنته. وهو كل دوت بيفكروا بالقضية بتاعت الخيانة والقتل. وهو اتسجن وعاش سن، يعني تراكم من الآلام النفسية غريب جدا. فلما يبقى دوت في دماغك وانت قاعد، انا تشتيت جامد جدا جدا، فانا اعمل ايه؟ اعمل انهي فيهم؟ فطبعا لما كان تامر بيحكي لي انت داخل تعمل ايه دلوقتي، انا بفكر هو اسمه ايه دوت، احمد داود كان اسمه سمير. شخصيه سويه؟ لا. بطل جيد حلو، هيرو حلو محبه؟ لا، ده انتي هيرو. الانتي هيرو اللي هو البطل اللي هو ما هواش له اصول، او يعني مش الشخصيه الخيره. لكن احنا مضطرين نحبه لان هو بطل العمل. وبعدين احنا شفناه في الجزء اللي تاب فيه. ما هو احنا برضو على فكره هو ما كانش تاب ولا حاجه، يعني كان لسه بيتجسس. ايوه برضو. طبعا. وانت بس هي مش عايز اقول الصياعه بس عفوا يعني من بقول ايه، التركيبه اللي بيعملها المبدع، انه يخليكي تفضلي تحبي الشخصيه اثناء ما هي بتعمل الشر بتاعها ده، وانتوا والناس مش شايفه ان هو بيعمل شر. ما هنا خطوره بقى الفن. بالظبط يعني كده. انت لما تقعد تتفرج على الافلام الابيض والاسود كنا بنشوفها واحنا صغيرين وبنحب فلان وفلانه ومش عارفه ايه، وبرده الافلام الملونه لما طلعنا وبنتفرج، ففكره تيجي بقى تنضج كده وتكبر تقول لا ده كان يعني ده كان بيعمل شر. بالظبط. بس انت بتحبه عشان هو متبروز كبطل. يعني انت ياما حبينا ابطال، احمد زكي وهو بيعمل الامبراطور، مش يا عم انت بتحب تاجر مخدرات؟ انت في ايه مالك يعني؟ انت مبسوط قوي بيه، هو بيشم بس هي دي بقى اللعبه الخطره يعني. فكان سمير ده انا شايفه ان هو ببراءته وبجماله وبحلاوته وبيحب تقى مش عارف مين، لو استرجعنا الحدوته في النهايه كان بيعمل جريمه يعني. والتاني الغلبان هو عمل جريمه برضه، بس بناء على ايه، بناء على التوريطه اللي هو كان فيها يعني. بالظبط. هو مش هو اللي سعى لها، يعني هي اللي جات له لغايه عنده، فلبس في الحيطه واتسجن وبقى منظره عامل كده وحياته كلها باظت، وبنته ما طلعتش بنته ومش عارف شغلانه شو مأساة. طيب بعيدا بقى كمان عن السينما وعن الدراما التلفزيونيه والتدريس، احنا ما اتكلمناش فيه خالص، بس الكرتون كده عدينا شويه. مؤخرا كمان ولسه حالا انت جاي لنا من المسرح. ايوه. احكي لنا بقى بتعمل ايه مع طبعا الاستاذ خالد جلال. والله هو دي بقى تجربه من التجارب اللي هي الفارقه بالنسبه لي. يا اما بقى يبقى ليا لازمه او ليا كيان مختلف، لا ان شاء الله يكون ليك. يا اما خلاص بقى اقعد اشوف حالي واكمل في الحاجتين التانيين اللي انا بعملهم. استاذ خالد جلال طبعا حاجه عظيمه جدا. هو طبعا استاذ خالد جلال وجنبيه وزيره هو ده كان لسه حالا شغال يعني. احنا وزيره الثقافه. وزيره الثقافه دكتوره نيفين. ايوه. وبيومي فؤاد انا شايفه. ايمن بهجت قمر. ايمن بهجت قمر. ودكتور تاني واحد ده دكتور سمير شاهين، استاذ في فنون جميله اللي هو جنب بيومي فؤاد. بالظبط.
وفي كذا حد، وفي ياسر توبجي سامي مش فاكر مغاوري، كده. سامح أستاذ حسين. بالظبط. ايوه. المجموعه دي المفروض ان هنا بيقدمنا استاذ خالد. وانت اللي في الطرف صح؟ انا في الطرف. انت اللي جنب استاذ سامي مغاوري. الامور ده. تمام. الصوره دي يعني من قبل ما تجينا البرنامج مفيش بساعه ساعتين. بالظبط. تمام. تعملوا ايه بقى؟ بصي بقى، استاذ خالد جلال بيعمل حاجه غريبه جدا وجديده اول مره تحصل. ايه؟ انه بيقدم زي بيعمل كتالوج او بيعمل منيو او بيعمل تقديمه لكل اللي هيحصل في المسرح المصري، بناء على ان هو مشرف او مسؤول عن البيت الفني للمسرح حاليا. عرض لكل الفرق المسرحيه الخاصه بالدوله بكل مسارحها هيعملوا ايه. هيعملوا ايه بشكل جديد كده، وعامل زي قاعده كده ورا، يعني واحنا واقفين ديت بيقعدوا ويتكلموا على اللي هيحصل. وبيقدم مشاريع المفروض انها هتبدا تشتغل في كل مسارح الدوله. يعني كل مسرح، مسرح الطليعه، مسرح القومي، كله مسرح كله الطفل، مسرح وهكذا. انت مسؤول عن ايه؟ انا بس هو استاذ خالد دخلني في حاجه ليها علاقه بمسرح الطفل او مسرح العرايس. مسرحيه هتبقى المفروض ان هي فيها بيومي وفيها ياسر الطوبجي وفيها يمكن الاستاذ سامي المغاوري، يعني المجموعه الممثلين ديت. وهبقى مشرف على، او يعني من المشرفين على الموضوع عشان ليه علاقه بالعرايس وتحريكها وتنفيذها وكده. فهبقى معاهم في الموضوع دوت، وهو دخلني في الموضوع. طبعا حاجه صعبه جدا، مسؤوليه يعني. سقدها ان شاء الله. يعني اتمنى ان ده حركه، يعني تحريك للميه الراكده طبعا. يعني المفروض ان احنا، وخساره كل قطاعات المسرح دي عندنا يعني ما تكونش شغاله بالشكل اللي يليق باسم مصر والفن المصري. طبعا بقى هو كان بيتكلم برضه في الاطار اللي انا دخلت ضمنه، اللي هو ليه علاقه بالعرايس. لا، كان مره كان بيسالني او دردشنا مع بعض، فقلت له والله يا استاذ خالد انت عندك منبع والناس مش باصه ليه، كليه الفنون الجميله. بيتخرج كل سنه كميه كبيره جدا من الفنانين المتخصصين حتى في مجال العرايس نفسه، من قسم الديكور وكده. وبيعملوا تصميم للعرايس حاجات كده كتير يعني. فلازم يتم الاستعانه بيهم. اشرف انت نورتني. للاسف وقت حلقتنا جري بسرعه. بس انا عايزه اقول للناس اللي بتتفرج علينا وبالذات الصغيرين منهم اللي عصام والمصباح كان بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا، وبالنسبه لنا كلنا سنوحي وحابي، وايه كمان فكرني ايه كمان الحاجات الكبيره اللي انت عملتها. مش سنوحي في حاجات تانية، قص القرآن، وفي ايه يعني حاجات كتير بقى. لا، وعالم سمسم برضه. وعالم سمسم يعني كل الناس اتفرجوا على عالم سمسم يعني. وعصام والمصباح لان كان ليه جمهور عريض. وكمان سنوحي وحابي اللي غنى تترو تامر حسني صح؟ لا، مصطفى قمر. لا، انت قصدك على تامر حسني عامل سنوحي وحابي. ايوه. عصام والمصباح مصطفى قمر. استاذ اشرف هو المخرج بتاعهم يعني. في بعض حلقاته واخراج شريط الصوت. واخراج شريط الصوت. فيعني عشان بس اصل الاطفال انت مش متخيل كانوا بيحبوا الاعمال دي ازاي. بس الاطفال دول خلاص، دول كبروا دلوقتي وبقوا مش قوي يعني. عجزوا. لا بقوا 20 سنه. لا. طب انا عايز اقول لك حاجه بالمناسبه، يعني معلش عشان دي نقطه مهمه. طب بسرعه عشان لازم اختم. ماشي. في بنت بدرس لها دلوقتي في الجامعه، قالت لي انت درست لماما. لا، مالناش دعوه باشرف خلاص. نورتنا يا اشرف، وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى. ميرسي جدا جدا، وانا سعيد دايما ان انا ابقى موجود معاك. ربنا يخليك. نورتنا. مشاهدينا ارجو ان انتم تكونوا استمتعتم بحلقتنا. بكره ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم.